جسمها فضل لعنة واتحاسبت عليه طول حياتها وبعد موتها. دي حكاية سارة بارتمان. سارة اتولدت سنة 1789 في قبيلة اسمها كويكوي في جنوب أفريقيا. ولدت وسط الفقر والاحتلال والظلم. من وهي طفلة الحرب كانت بتلف حواليها. المستعمرين الهولنديين قتلوا أبوها وأمها، ولما كبرت شوية ما كبرتش حريتها، اتخذت كخدامة في مزارع الأوروبيين، بتشتغل تحت الشمس وتنام من غير كرامة. سارة كان ليها شكل جسم مختلف وملامح جسمها ملفتة، والحاجة اللي المفروض تبقى من طبيعتها ربنا خلقها كده اتحولت للعنة في عيون الناس. شافها دكتور بريطاني اسمه ويليام دانلو، الله يخرب بيته، وقال لها كلام حلو: تعالي لندن وهخليكي مشهورة وهتكسبي ذهب. وسارة كانت غلبانة على نيتها، طبعا صدقت ووافقت. أول ما وصلت للندن الحلم اتحول لكابوس. لبسوها هدوم شفافة وبدأوا يعرضوها في المسارح كأنها كائن غريب. الناس كانت بتدفع فلوس عشان تتفرج عليها وتلمسها وتضحك وهي واقفة عريانة من الرحمة والاحترام، مش بس من اللبس. وبعدها اتباعت للمرة التانية لما الناس زهقت في لندن. اشتراها مدير سيرك في فرنسا، خدوها باريس وكملوا نفس المهزلة بس بإهانة أكبر. مش بس الناس العاديين كانت بتتفرج، العلماء كمان كانوا بيشوفوها إنها عينة، يفحصوها ويلمسوا جسمها ويكتبوا تقارير بيقارنوا فيها جسمها بجسم الحيوانات. كل ده عشان تثبيت أفكارهم العنصرية وإن الأفارقة أقل وبدائيين. وسنة 1815 وهي عندها 26 سنة سارة ماتت. محدش عارف هي ماتت من الظهري ولا السل ولا من القهر، بس الأكيد إن بعد موتها جسمها مرتاحش. شرحوا جسمها وحفظوا أعضائها التناسلية في برطمانات وعرضوها في متحف الإنسان في باريس لمدة أكتر من 100 سنة. عارفة يعني إيه 100 سنة والناس بتتفرج على جثة إنسانة كانت بشر؟ وسنة 2002 وبعد مطالبات كتيرة من جنوب أفريقيا رجعوا رفات سارة ودفنوها وسط تراب بلدها بعد ما قضت عمرها كله منتهكة وغريبة عن أهلها ونفسها. دي كانت حكاية سارة بارتمان اللي كانت إنسانة بس محدش عاملها كده. اتعرضت لكل أنواع الإهانة باسم العلم والتسلية وباسم الاختلاف، بس الحقيقة إن اختلافها ده كان دليل على قبح اللي حواليها مش عليها. ما تنسيش تتابعيني قتلت الحكاية عشان كل واحدة عندها حكاية تستاهل تتحكي.